بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا قطعة قماش من القطيفة المشجر، هنعملها عباية بيتي. هنعمل عباية بيتي سهلة وجميلة، وفي نفس الوقت هوريكي ازاي تتعاملي مع الخامة القطيفة، لان طبعا كلنا عارفين انها صعبة شوية في الشغل. احنا بنطبق القماش كده على 4، البرسل على اليمين وعلى الشمال، والطول بيبقى امامي. هنا باخد وسع الديل، يعني وسع العباية اساسا بيبدأ معايا من هنا. بنعلم المسافة اللي احنا عايزينها سواء كانت 80 او 90 سنتي، وبتفرغي القماش الزيادة. كده اخدنا قطعتين مظبوطين معانا في العرض. شايفين القماشة على الناحية طبعا بتاعة البرسل بيكون التعامل، لان القماشة فيها مطة، ومطة جامدة كمان، مش قليلة. تمام. هنفصل بقى الجزئين عن بعض. هنا بصفي المقاس، بشوف المقاس معايا كام والطول اللي معايا كام. تمام. المقاس مناسب للطول اللي معايا مع زيادات الخياطات. حلوة أوي. هنفصلهم عن بعض لان احنا هنعمل الامام قصة والخلف قصة تانية. هناخد جزء منهم بما ان الاتنين طول بعض مفيش فرق، وهنبتدي نحرد. هنا هاخد 8 سنتي وأعلم، وهنزل 25 واخد خط. تمام، واضح. 8 وانزل 25 واخد خط، وابتدي اعمل الكيرف بتاع حردة الباط. هي لو مش مظبوطة، شايفين مش مظبوطة من هنا، هزود شوية عشان الحتة دي وابتدي اخدها. دي العقبة اللي بتقابلنا في القماش اللي بيمط دايما رايح وجاي، فطبعا بزود شوية عشان الحردة بتاعتي تبقى مظبوطة، وباخد حردة الباط. وهنا زي ما احنا متعودين 8 سنتي للكتف، وبنزل 3 سنتي. مش هناخد الكيرف دلوقتي بتاع الكتف، هنخليه لما نخلص وهتشوفي معايا. هنلزق فازلين على الجزء ده، بنعلم مسافة المرد، بناخد المرد على 25 وبندخل سنتي ونص وبنعلم، وبناخد زي سهم طالع لفوق اهو عشان يحدد لي المسافة اللي انا هاخدها، علشان ما اوسعش اكتر من كده ويكون المرد بتاعي واسع زيادة عن اللزوم اهو. وبفتح المرد هنا كده. عشان اعمل مرد صحيح لازم الزق فازلين، لازم احط فازلين. انا هنا في الكتف اوريكي انا هعمل ايه. هعمل 3 كسر بالشكل ده على مسافات، وبقيس الكتف بتاعي. بناء على كده بحدد الكسرة هتيجي كام معايا، سنتي ونص، معايا 2 سنتي. بالطريقة دي هتقدري تظبطي الكتف بتاعك. هنا الظهر بقى هنعمل فيه سفرة مربعة، وده عشان الراحة والوسع. طبعا دي جلابية بيت أمهات، بتكون حابينها تكون واسعة وسهلة في الحركة. فلو عايزة تعمليها سايب هتعملي نفس الطريقة اللي أنا بتبعها، وهتعلمي المسافات بتاعتك وتحرديها. تمام. وبناخد محيط الوسط برضو بنعلم التقسيمة، وأنا هنا بشرح لك إزاي هتاخديها لو هتعمليها سايب من الخلف. تمام، هتكون بالشكل ده. لكن أنا هعمل فيها سفرة، فهعمل إيه؟ هحدد النص، وبعد كده هاخد 8 سنتي وأعلم، وهنزل 10 سنتي واخد الكيرف بتاع حردة الباط، واسيبها زي ما هي، الوسع زي ما هو، مش هعمل فيه اي تقسيمات. لو حابة تقلي شوية من الكسر في الخلف ممكن تاخدي حوالي 5 سنتي من الجنب، ودي بكده تبقى جاهزة. هناخد ايه؟ هناخد بقى الصفر او السفرة اللي معانا برضو على عدلة البرسل، عشان المطة شايفين المطة بتعاكس وعاملة اختلاف في الاطوال، وده طبيعي طبعا في القماشات اللي بتمط سواء كانت في زون او قطيفة. بنعلم الكتف وبننزل من الاسفل اتجاه الظهر
بنزود 2 سنتي عن الكتف من فوق. طب ليه 2 سنتي؟ عشان يبقى في راحة في الحركة عند منطقة حردة الباط. وهنا هننزل السقطة بتاعة الكتف خلاص في السفرة، وبكده السفرة بتكون جاهزة معايا. ونعلم علامة النص عشان تركيب الكولا، وبرضو علامة النص عشان تركيب الجزء الخلفي. هنبتدي ناخد الكم بقى من الجزء اللي فاضل من القماش، وهقولك لو عرض القماش مش مكفي تقدري تعملي معاه ايه عشان يديكي وسع الكم المناسب من الاعلى، انما من الاسفل هيكون كويس. يعني احنا كده معانا تقريبا 50 او 45 سنتي. بنقيس 15 سنتي وبنعلم، وبناخد الزاوية بتاعتنا وبنعلم من نصها، وبنبتدي نحدد خط بزاوية، وبناخد 2 سنتي لجوه ومن هنا 2 سنتي لبره، وبنحرد الكم. ده كل ده اللي احنا بنعمله، احنا بنتبعه في كل القصات بتاعتنا. تمام، من سنتي ونص ل2 سنتي، وبتاخدي بالشكل ده. يعني لو جت منك 2 سنتي مفيش مشكلة، لو جت سنتي ونص وشايفة ان هو عايز يتعدل وتكمليها 2 مفيش مشكلة. ودايما انا بخلي قطعة القماش على بعضيها لغاية ما اخلص كل القطع اللي انا محتاجاها في الموديل بتاعي، واللي بيفيد بقى خلاص مش مشكلة. هنا هناخد 20 سنتي او 21 عشان نركب معصم، وهيبقى معصم من نفس القماش. شايفين حردة الكم ما شاء الله جميلة اوي بالطريقة دي وسهلة جدا. بناخد سنتي من الامام وبنعلم على الامام. تقدري تقيسي عشان تحددي انت هتاخدي كام كسرة. تمام، وعشان تصفي مقاس الباط اللي معاكي. طيب لو الباط معايا مش مكفي هروح عاملة ايه؟ هروح عاملة قطعة مثلث ضيق من الاسفل واسع من فوق واضمها للكم. ده حل بنعمله في الحاجات البيتي للستات اللي هي بتحتاج حاجات واسعة. تمام، اهي مثلث زي ده كده، باخد بوز المثلث بيكون للاسفل والجزء الواسع اللي فوق يديني وسع في حردة الباط. هنكمل باقي القطع وهيبقى معانا المرد والكولا او النص كولا. هنا بنقيس 6 سنتي للمرد وبطول 30 علشان احنا واخدينه على 25، فبنزود 5 سنتي للزيادات اللي احنا هنستعملها في داخل المرد. هناخد النص كولا بقى. النص ده زي اللي بيكون في الجلابية الرجالي، بيكون قصير كده وحلو. يعني في كولا كاملة طبعا، ودي عملناها في فيديوهات سابقة، لكن المستشاع في الحاجات دي بيبقى النص عشان المحجبات بيكون قافلة على الرقبة، سواء طرحة بقى صغيرة طرحة كبيرة في البيت، بيكون صدرها ملموم ورقبتها متغطية. كده احنا خلصنا. هنلزق فازلين بقى للأمام. دي الجيب السحري، دايما بنعمل فيها جيب سحري عشان المفاتيح. فبناخد مثلا طول 30 في 20. تمام اهو، وبناخد زاوية كده بحيث ان هي تبقى معدولة في التركيب. وبكده خلصنا القص. هنلزق فازلين للأمام ونبتدي نشتغل عليه. معانا المردات ومعانا الكولا، الأجزاء دي اللي هتتلزق فازلين في العباية، المردات والكولا. ولو انت ما تعرفيش الفازلين، احنا بنجيبه من عند بتاع مستلزمات الخياطة بالمتر، وبنقطعه شرايط كده وبنستعمله على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بالمكوى بنثبته طبعا لغاية ما يبان ان هو عرق معاكي، زي ما يكون رشح مية كده. كده بيكون لزق، وبتقدري تتحكمي في القطعة اللي معاكي ايا كان نوع القماش. يعني احنا دايما بنستعمل الفازلين في التقفيل معانا. هناخد برضو على الكولا من ناحية واحدة عشان ما تبقاش منشية قوي زي الرجالي. والفازلين على فكرة 3 درجات، في خفيف وفي وسط وفي تقيل، فاحنا هنا بنستعمل الوسط. نوع الفازلين ده الوسط.
بنقفله بالمكوى بالشكل ده، لان في موديلات او في حاجات كتير احنا بنعدي حتة الفازلين، بس في ناس ممكن تبقى مش عارفة تلزقه ازاي. فهي كده بالمكوى بنجمع الفازلين. هنا كمان القطعة الأمامية من العباية عند المرض بنجيب حتة بعرض 10 سنتي 8 سنتي وبنحطها بالطول وبنلزقها عشان تساعدني ان انا اقفل المرض كويس، ما يطلعش فيه عيوب، القماشة ما تمطش معايا، لان القماشة فيها مطة فدايما بتبقى صعبة القطيفة في شغلها. علشان كده انا قلت اوريكم جلابية البيت القطيفة دي هنقفلها ازاي ونجمعها، وازاي هنتعامل مع المطة اللي فيها تريحنا بالطريقة دي. كده هتريحك قوي في التقفيل. هنقفل على المكنة، انتظروني.